الفيلم بيبدأ بتمهيد سريع وبياخدنا في رحلة عبر الزمن للماضي عشان يعرفنا أصل الحكاية. بنشوف توباياس الأب، راجل ملامحه طيبة، قاعد في جو هادي مع بنته الصغيرة نورا. توباياس بيقرر يحكي لبنته حكاية قبل النوم، بس مش حكاية عادية عن الأميرات والشاطر حسن، لأ، دي حكاية مرعبة حقيقية عن سر ظهور غيلان الجبل على كوكب الأرض. توباياس بيبدأ كلامه وبيقول لنورا إن الغيلان دول ما كانوش مجرد خرافة زي ما الناس فاكرة، دول ظهروا فجأة ومن غير سابق إنذار من قلب الجبال الصخرية من أكتر من 1000 سنة فاتوا. وفي الزمن القديم ده الغيلان كانوا عايشين وسط البشر في سلام وأمان، كانوا جيران ومحدش بيتعرض للتاني، والدنيا كانت ماشية بتناغم غريب بين الجنسين. لكن دوام الحال من المحال، فجأة ظهر نظام عالمي جديد بدأ يسيطر وينتشر في أوروبا كلها، وبدأت الأطماع تزيد والنظرة للغيلان تتغير. وفي النرويج بالتحديد الكنيسة كان ليها رأي تاني، شافت إن الكائنات دي شر ولازم يخلصوا منها. عشان كده كلفوا قديس مشهور وقوي في الوقت ده اسمه أولف بمهمة مقدسة ومحددة: إبادة الغيلان ومحوهم من الوجود تماما. أولف خد التكليف ده بجدية تامة وجمع جيش ضخم من المحاربين الأشداء، وبدأوا حملة تطهير واسعة. كانوا بيدخلوا الجبال ويسحبوا الغيلان من كهوفهم العميقة بالقوة ويجروهم لبره عشان يعرضوهم لضوء الشمس المباشر. وهنا توباياس بيشرح لبنته السر الخطيف: إن الغيلان دول عندهم نقطة ضعف قاتلة، أول ما جسمهم بيلمس أشعة الشمس بيتحجروا فوراً وبيتحولوا لتماثيل صخرية ميتة. ومش بس كده، أولاف لاحظ أثناء معاركه إن الغيلان بتتجنن وبتفقد السيطرة على أعصابها لما تسمع صوت أجراس الكنيسة العالية، فقرر بذكاء إنه يستخدم الأجراس دي كنوع من سلاح نفسي عشان يسيطر عليهم ويشل حركتهم قبل ما يقتلهم. وبالفعل ارتكب أولاف وجيشه آلاف المجازر والمذابح في حق الغيلان، وفضل يطارد فيهم لحد ما قضى عليهم بالكامل، أو ده اللي كان فاكره. بعد ما توباياس خلص الحكاية الدموية دي، نورا الصغيرة اتأثرت جدا وشافت إن اللي حصل ده قمة الظلم والافتراء، وقالت لأبوها بعفوية الأطفال إنها لو كانت موجودة في الزمن ده كانت وقفت جنب الغيلان وعملت المستحيل عشان تحميهم. في اللحظة دي الأم بتدخل الأوضة وبتقطع الحكاية وبتقول لتوباياس بحزم إنه الوقت اتأخر والبنت لازم تنام. توباياس بيخرج من الأوضة بس بيسمع نورا وهي بتسأل أمها بفضول: هو أنتِ عمرك سمعتي صوت غيلان الجبل؟ الأم بابتسامة هادية بتقول لها لأ، بس بتبدأ تغني لها أغنية تراثية قديمة عشان تروح في النوم. بتمر السنين وتجري الأيام، وبعد 30 سنة كاملة من المشهد ده الكاميرا بتنقلنا لمكان بعيد ومعزول، منطقة جبلية كلها جليد وبرد قارس. بنشوف راجل غامض وشه متغطي ومش باين منه حاجة بيقتحم كوخ صغير وسط العاصفة، وفجأة نورا اللي كبرت وبقت شابة قوية بتهجم عليه بشراسة وبتوقعه الأرض وبتثبته. لكن أول ما الراجل بيتكلم وبيقول إنه أندرياس، نورا بتعرف صوته وبتسيبه يقوم. أندرياس ده يبقى زميلها القديم اللي شارك معاها في مغامرة غول الجبل اللي ظهرت من 3 سنين لما حاولوا يساعدوه يرجع لبيته ويبعد عن البشر. أندرياس بيبص حواليه في الكوخ وبيلاحظ إن نورا لسه مهووسة بأبحاث أبوها عن الغيلان، الكتب والورق ماليين المكان، وكمان بيلمح كتاب هو اللي مألفه نورا محتفظة بيه وسط مراجعها. نورا بتقوله إنها ما كانتش تتوقع إنه يهدي كتابه لروح أبوها توباياس، فأندرياس بيرد بامتنان إنه ده أقل تقدير لمجهود الراجل اللي أفنى حياته في العلم ده. المهم أندرياس بيدخل في الموضوع وبيقول لنورا إنه رجع يشتغل مع الحكومة تاني بعد تغيرات سياسية كبيرة حصلت، والسبب إنهم اكتشفوا كارثة: مقبرة غيلان كاملة موجودة تحت القصر الملكي، وبيقول لها إنهم محتاجين خبرتها ضروري في مشروع سري للغاية بخصوص الموضوع ده. نورا اللي دم المغامرة بيجري في عروقها بتوافق فوراً. في الطيارة أندرياس بيخليها تمضي على تعهد بعدم الإفصاح لضمان السرية التامة، ونورا بتمضي من غير تردد. بيوصلوا لمحطة سرية مدفونة في قلب الجبل، وهناك بيقابلهم بروفيسور مولر وزميله فانجال. نورا كانت مستغربة ترحيبهم الحار لأنهم كانوا أعداء ودايما مختلفين معاها في النظريات، بس مولر بيفهمها إن الوضع اتغير والخطر وحد الجميع. بياخدها في جولة جوه المحطة وبيحكي لها عن تاريخ المكان، وإنه أيام الحرب العالمية الدول كانت بتنبش في الجبال عشان تدور على مواد للقنبلة النووية، وأثناء الحفر اكتشفوا حاجة رهيبة. بيوصلوا لبوابة كبيرة، وأول ما بتفتح نورا بتتصدم باللي بتشوفه: غول جبل حقيقي عملاق وضخم متكتف بسلاسل حديدية ومتخدر. أندرياس بيشرح لها إنهم لقوا الغول ده وخبوه عن العالم وسموه ميجا ترول، وإن المكان مجهز بكشافات أشعة فوق بنفسجية عشان لو فكر يصحى أو يهاجم
يحولوه لصخرة في ثانية. في اللحظة دي بتظهر ماريون مديرة المشروع الصارمة، بترحب بنورا ببرود وبتتكلم مع أندرياس بلغة أجنبية عشان نورا ما تفهمش إنها مش طايقاها وشايفة إن وجودها خطر. ماريون بتعرف نورا إن الغول ده في غيبوبة بقاله 100 سنة ومش عارفين يصحوه عشان يدرسوه، والحكومة مديالهم مهلة أخيرة وإلا هتقفل المشروع. نورا بتبص للغول وبتحلل جسمه وبتقول إنه تكوينه عبارة عن اندماج لعناصر الطبيعة. بعدها أندرياس بياخدها لمكان تاني في المحطة، وهناك بتقابل سيجريد الموظفة اللي ساعدتها زمان، وبتعرف إن سيجريد وأندرياس اتجوزوا حاليا هي حابل. بيروحوا للأرشيف وهناك نورا بتقع في إيدها وثيقة مهمة للقديس أولاف، ورغم إنها ممزقة مش كاملة نورا بتفهم منها إن أولاف أصدر قانون بطرد الغيلان من بيوتهم، وده بيأكد صحة حكايات أبوها. أندرياس بيستغل الفرصة وبيعرض عليها تنضم للفريق بشكل دائم عشان تنقذ الموقف. نورا بتتوتر وبتستأذن تروح الحمام، لكنها بتستغل الفرصة وتتسلل للأسانسير وتنزل لمستوى الغول ميجاترول. بتقرب منه بجراءة وبتحط إيدها على وشه وبتغمض عينيها عشان تحاول تتواصل معاه روحيا. فجأة أجهزة الإنذار بتضرب والمؤشرات الحيوية للغول بترتفع بجنون. الغول بيفتح عينه وبيصحى. البروفيسور مولر بيترعب وبيأمر بتشغيل الأشعة فورا، لكن ماريون المجنونة بتمنعه وبتدلق القهوة على لوحة التحكم فبتعطلها عشان عايزة تشوف الغول وهو صاحي وتكمل أبحاثها مهما كان التمن. النتيجة كانت كارثية. ميجاترول بيقطع السلاسل زي الورق وبيهاجم بضراوة. نورا بتحاول تهرب بالأسانسير لكن الغول بيضربه وبيوقعها بيه. أندرياس بيجري ينقذها في الآخر وبيسحبها هي وسيجريد وبيجروا ناحية المخرج. الغول بيبدأ يدمر المحطة وبيدوس على البروفيسور فانجل بيموتها. أما مولر الجبان فبيستخبى وبيسرق عينة صخرية من جسم الغول وبيهرب. الغول بيكمل تدمير المكان وبيخرج للهواء الطلق وسط الجبال الجليدية. نورا والفريق بيركبوا طيارة وبيهربوا لقاعدة عسكرية، وهناك بيقابلهم الرائد كريس. بيحصل صدام في وجهات النظر. نورا شايفة إن الغيلان مظلومة وتستحق التعامل بأدمية، وماريون شايفة إنهم وحوش قتلة ولازم يرجعوا المختبر. ورئيس الوزراء بيتدخل وبيحسم الجدل وبيقول الغول ده خطر قومي ولازم يتصفى. نورا بتحاول تدافع وتقول إنه مسالم لو محدش قرب منه، لكن رئيس الوزراء بيفكرها إن أخوه مات بسبب غول زيه من 3 سنين ومش مستعد يكرر المأساة. نورا بتقعد محبطة وأندرياس بيواسيها وبيوريها صخرة هو كمان محتفظ بيها من الغول القديم، وبيتفقوا إنهم لازم يحاولوا يصلحوا الغلط. نورا بتقنع الرائد كريس إنها تشارك في العملية العسكرية بعد ما فكرته بفضل أبوها عليهم زمان. كريس بيوافق وبيوريهم سلاح جديد، طيارات هليكوبتر مجهزة بكشافات أشعة فوق بنفسجية فتاكة. ماريون بتنضم ليهم وأندرياس بيودع مراته سيجريد الوداع الأخير وبيوعده يرجع عشان ابنهم. الفريق بيتحرك بالطيارات للبحث عن الغول. في الوقت ده ميجاترول بيوصل لمنتجع تزلج سياحي مليان شباب بيحتفلوا. الأرض بتتهز والشباب فاكرينه زلزال لحد ما السقف بيقع والغول بيظهر. ولأن الجيل ده ما يعرفش الخوف أو يمكن من الغباء، بدل ما يهربوا بيطلعوا موبايلاتهم يصوروه. الغول ما بيتفهمش وبياكلهم بلا رحمة. كريس وفريقه بيوصلوا وبيشوفوا المجزرة دي، بيبدأوا الهجوم والطيار أمير بيوجه الأشعة على الغول، لكن المفاجأة إن الأشعة بتعمل تأثير ضعيف جدا وما بتوقفوش. الغول بيتعصب وبيحدف عمود نور على طيارة أمير، فالطيارة بتقع وتنفجر ويموت أمير. كريس بيحاول ينتقم لكن نورا بتمنعه عشان مفيش فايدة، والغول بيبصلهم بازدراء ويمشي وكأنه بيقول لهم انتم ولا حاجة. بعد فشل الهجوم العسكري واليأس اللي سيطر على الجميع، نورا بتقرر تدور على حل مختلف. بتقول للفريق إن الطبيعة العدوانية دي مش طبيعة الغيلان وأكيد في سبب. بيروحوا للراجل العجوز اللي بيته اتهد في الجزء الأول وبيلاقوه بني بيت جديد وفرحان بيه، لكن القدر بيلعب لعبته وميجاترول بيعدي ويهدم البيت الجديد هو كمان. نورا بتاخد الفريق وبيروحوا للكهف القديم فخ المود، المكان اللي البشر زمان حبسوا فيه ابن ملك الغيلان عشان يصطادوا أبوه. وهناك أندرياس بيلاقي آثار ورموز غريبة، ونورا بتشرح لهم إن الغول اللي مات من 3 سنين كان الملك وإن ابنه لسه محبوس هنا. نورا بتقف على حافة الكهف وبتخبط بالصخرة كإشارة، وفجأة بيخرج غول تاني خالص، بيوتي ابن ملك الغيلان. نورا بتقرب منه وبتتواصل معاه، والغول بيبتسم لها والكل بيتأكد إن الغيلان ممكن تكون مسالمة. نورا بتطلب من بيوتي المساعدة عشان تواجه ميجاترول. نورا والفريق ومعاهم الأمل الجديد المتمثل في الغول الطيب بيوتي بيتحركوا لمكان تواجد الوحش الهائج ميجاترول. نورا بتضرب طلقة في الهواء لجذب الانتباه، وبيخرج بيوتي من مخبأه عشان يواجه خصمه. نورا كانت متعشمة إن يحصل نوع من التفاهم أو حوار بين الاتنين بحكم إنهم من نفس الجنس،
لكن الواقع كان صادم. ميجاترول أول ما شاف بيوتي سرق صرخة غضب هزت الجبل وبان عليه العداء الشديد. بيوتي كمان مقصرش واستعد للقتال. دارت معركة طاحنة بين الاتنين، الأرض كانت بتتهز تحت رجليهم والضربات كانت بتدوي زي الرعد. كريس كان عايز يتدخل ويضرب نار، لكن ماريون اللي بدأت تفهم طبيعة الصراع وقفته وقالت له سيبهم، دي تصفية حسابات بينهم. للأسف فرق القوة والحجم والوحشية كان لصالح ميجاترول. بضربة قوية كسر الجليد تحت رجلين بيوتي، فوقع الغول الطيب في المية المتلجة العميقة. نورا صرخت من الرعب والحزن وهي شايفة صديقها بيغرق ومش قادرة تعمل حاجة. كريس اتصرف بسرعة وسحب نورا المنهارة للطيارة وطاروا من المكان قبل ما ميجاترول يلتفت ليهم ويقضي عليهم هم كمان. الفريق رجع للقاعدة العسكرية والروح المعنوية في الأرض، ونورا حاسة بالذنب الشديد لأنها كانت السبب في خروج بيوتي وموته. في القاعدة وبين نورا بتحكي لماريون عن ذكرياتها مع بيوتي وعن براءته، بتحصل صدفة بتغير مسار الأحداث. طيار هوا بيطير خريطة كانت مفرودة وأندرياس بيلحقها، وهنا ماريون بتلاحظ مسار حركة ميجاترول على الخريطة. الوحش ماشي في خط مستقيم تجاه الشمال قاصد مدينة ترونهايم بالتحديد. نورا بتربط الخيوط ببعضها وبتفتكر إن المدينة دي هي مقر كنيسة القديس أولاف العدو التاريخي للغيلان. بتستنتج إن ميجاترول مش ماشي عشوائي، ده رايح ينتقم من أولاف ويدمر إرثه حتى وهو ميت. الفريق بيتحرك فوراً لمدينة ترونهايم وبيوصلوا للكنيسة الكاتدرائية الكبيرة. هناك بتقبلهم راهبة اسمها إستر، ونورا بتطلب منها المساعدة للوصول لقبر القديس أولاف لعلهم يلاقوا فيه سر أو سلاح يقدر يوقف الغول. إستر بتنزل بيهم لسرداب سري قديم تحت الكنيسة وبتقول لهم إن مكان القبر الحقيقي لغز محدش يعرفه وإنه اختفى من قرون. بيفضلوا ماشيين في الممرات المظلمة لحد ما بيوصلوا الغرفة فيها لوحة جدارية للقديس أولاف. أندرياس بيلمس اللوحة فبتقع منها قطعة حجرية، وبيكتشفوا إن ورا اللوحة في فجوات، وإن الفجوات دي بتطابق أماكن الطعنات اللي اتقتل بيها أولاف في الرجل والبطن والصدر. نورا بتحل اللغز وبتستخدم قطعة خشبية كمفاتيح بتحطها في الفجوات، وفجأة الحيطة بتتحرك وبتكشف عن الغرفة السرية المفقودة. الحقيقة الصادمة والوصية المنسية. جوه الغرفة بيلاقوا التابوت الحجري للقديس أولاف وحواليه نبع مية صافية. بيفتحوا التابوت وبيلاقوا الجثة محتفظة بهيئتها وماسكة سيف فضي. نورا بتلاقي وثيقة قديمة جنب السيف وبتكتشف إنها الجزء الناقص من الوثيقة اللي شافتها في المحطة. لما بيقروا النص الكامل بتنزل عليهم الصعقة. التاريخ اللي يعرفوه كله كان كذب. أولاف ما كانش سفاح بيقتل الغيلان، بالعكس الوثيقة بتقول إنه أصدر قانون بحمايتهم وتخصيص ليهم وطن يعيشوا فيه بسلام. لكن رهبان الكنيسة المتطرفين هم اللي خانوه وقتلوه وزوروا التاريخ ونشروا الأساطير المرعبة عن الغيلان عشان يبرروا إبادتهم، وهم اللي قطعوا الوثيقة عشان يخفوا الحقيقة. نورا بتفهم إن ميجاترول مش رايح ينتقم من أولاف، ده رايح يدمر الكنيسة اللي كانت رمز لتعذيب أهله ويدمر المدينة اللي اتبنت على جثثهم. العالم بيحبس أنفاسه وسلاح المية. في الوقت ده العالم بره كان في حالة هلع، القنوات الإخبارية بتنقل صورة دمار، والدول العظمى بتهدد بقصف النرويج نووي لو ما قدروش يوقفوا الغول. رئيس الوزراء النرويجي بيطلع في مؤتمر صحفي يعلن الحرب الشاملة، لكنه بيتهرب من الإجابة عن مصير المدنيين لو فشلت الخطة. نورا وأندرياس بيسابقوا الزمن. أندرياس بيصمم يكمل المهمة رغم توسلات نورا إنه يرجع لمراته ودييلدا، وبيقول لها إن ده الطريق الوحيد لحماية عيلته. نورا بيجيلها إلهام مفاجئ لما شافت التابوت غرقان في المية. بتجرب تحط سكينة فضية مبلولة بالمية دي على صخرة من جسم الغول، فبتلاقي الصخرة بتسيح وتتفتت. بتصرخ بفرحة، المية المقدسة هي دي نقطة ضعفهم. الخطة بتترسم بسرعة، لازم يغرقوا الغول بالمية المقدسة. كريس وماريون بيحصدوا أهل المدينة والكل بيشارك في نقل المية من نبع الكنيسة وتعبئتها في عربيات المطافي ورشاشات وقنابل يدوية. أندرياس وإستر بيطلعوا برج الأجراس عشان يشتتوا انتباه الغول بالصوت أول ما يوصل ويدوا فرصة للجيش يضرب. الغول بيوصل حدود المدينة، منظره مرعب وضخم زي الجبل المتحرك. أندرياس وإستر بيشغلوا برج الكنيسة بأقصى قوة. الصوت العالي بيخلي الغول يتلوى من الألم ويمسك ودنه. في اللحظة دي كريس بيدي إشارة الهجوم. آلاف اللترات من المية المقدسة والرصاص المبلل بتنهمر على الغول. جسمه بيبدأ يدخن ويتحرق والغول بيصرخ من الألم. الخطة كانت ماشية كمان لحد ما الغول في لحظة غضب جنوني بيقلع شجرة ضخمة ويحدفها على برج الكنيسة. البرج بينهار وصوت الأجراس بيسكت. أندرياس بينقذ إستر بعجوبة،
لكن الغول بيفوق من الصدمة وبيستعيد وحشيته. الغول بيبدأ يهاجم الجيش ويدمر المدرعات، وكريس بيلاقي إن ذخيرتهم من المية مش كافية للقضاء عليه نهائياً، فبيؤمر بالانسحاب لحقن الدماء. الغول بيكمل زحفه ناحية الكنيسة والمدينة، واليأس بيسيطر على نورا والفريق. كل حاجة ضاعت، والسلاح السري فشل في حسم المعركة. وفجأة من وسط الدخان والدمار بيظهر بيوتي. الغول الطيب ما ماتش ورجع عشان يدافع عن صاحبته. بيوتي بينقض على ميجاترول في جولة تانية، لكن برضه ميجاترول أقوى بكتير وبيطرح بيوتي أرضاً وبيستعد لقتله. نورا بتصرخ والمجموعة بتفكر في حل أخير وجنوني: لو جلده سميك لازم نضربه من جوه. بيقرروا يفجروا قنبلة مية مقدسة ضخمة جوه معدة الغول. أندرياس وكريس بيطيروا بالطيارة ومعاهم برميل مية مقدسة متلغم. نورا وماريون بيشتكوا انتباه الغول بإطلاق النار عشان ينقذوا بيوتي. أندرياس بيستعد لرمي البرميل من الطيارة، لكن بسبب الاهتزاز جهاز التفجير بيقع منه. مفيش حل غير التفجير اليدوي. كريس بيدي أندرياس قنبلة يدوية وبيقول له لازم تثبتها وتسحب الأمان وترمي البرميل جوه بقه. أندرياس بيبص للقنبلة وبيعرف إنها رحلة بلا عودة. بيتصل بمراته سيجيلد وبيودعها بكلمات تقطع القلب، وبيوصيها على ابنهم ويقول لها قولي له أبوه مات بطل. الغول بيدوس على بيوتي وخلاص هيهرسه. الطيارة بتقرب جدا من وش الوحش. أندرياس بيحضن البرميل وبيسحب صمام الأمان وبينط من الطيارة جوه بق الوحش المفتوح. لحظة صمت وبعدها انفجار مكتوم يهز المكان. مفعول المية المقدسة بينتشر جوه أحشاء الغول وبيتدمرها. بيوتي بيستغل الفرصة وبيقوم يوجه ضربة قاضية لقلب الغول وبينتزع حياته. الوحش المرعب بيتحجر وبيتحول لتل صخري ميت للأبد. نورا بتنهار من البكاء على أندرياس الصديق الوفي اللي ضحى بحياته عشانهم. التضحية دي أنقذت المدينة والبلد كلها. بعد فترة من الأحداث بنشوف نورا رجعت للكوخ، قاعدة في هدوء بتقرأ في كتاب أندرياس. بتبص من الشباك بتشوف كريس وماريون وسيجيلد اللي خلفت بنته سمتها نورا بيلعبوا ومبسوطين. وفجأة الأرض بتتهز هزة خفيفة. نورا بتخرج تلاقي بيوتي ماشي في الأفق، بيبص لها وبيبتسم وبيرجع لكهفه في الجبل بعد ما لقى الأمان اللي كان بيدور عليه. لكن عشان الشر ما بيخلصش، الفيلم بياخدنا لمشهد أخير في معمل سري. بنشوف البروفيسور مولر الخبيث بيتكلم في التليفون وبيقول التجربة ناجحة جدا. الكاميرا بتكشف إنه قدر يحول العينة الصخرية اللي سرقها لقول صغير وحبسه في قفص زجاجي وبيربيه عشان يكون سلاح المستقبل. وبيخلص الفيلم. لو عجبك الفيديو ما تنساش الإعجاب والاشتراك. سلام.